كاملين فايتنا سمعنا قصص ديال الناس اللي خرجوا من ديورهم وما ولاوش رجعوا، اختفاو بلا ما يخليو حتى شي اثار. القصه ديال اليوم ديال واحد السيده اللي اختفت في ظروف جد غامضه. القصه ديالها بقات معلقه بين الحقيقه والخيال. تبع معايا القصه حتى الاخر باش تفهم. القصه ديال واحد السيده خرجت في نهار عادي من الخدمه وخدات الطريق للدار ديالها، وهي مولفه ديما كتعلم الام ديالها الا كانت تمشي شي بلاصه. هذيك النهار كتبت ميساج للام ديالها وقالت لها راني خرجت من الخدمه وغنجي ديريكت للدار. الام ديالها بقات كتسنى مده وما جاتش، حتى 12 الليل قررت الام ديالها انها تمشي تشوف البوليس قالوا لها سيري الحاجه، راه تقدر تكون طلقات شي صاحبتها ونسات الوقت ونسات ما تعلمك، راه دابا هي رجعت، وإلا ما رجعتش رجعي عندنا الغدا الصباح ان شاء الله. داكشي اللي كان. الام رجعت لغد لي عند البوليس وقالت لهم بنتي الليل كامل ما بانتش، عفاكم ديروا معايا شي حل. قالوا لا واخا، عطينا النمره التليفون ديالها وحنا نشوفو نحددو الموقع ديالها باش نعرفوها بالضبط فين كاينه. ملي جاو يحددوا الموقع لقاو ان اخر موقع معروف كان قريب شويه للدار وفي واحد الزنقه اللي كتكون ديما عامره، فيها محلات الناس وحتى الكاميرات المراقبه. الكاميرات بينوا ان البنت كانت كتمشى بهدوء وكتوقف كتشوف التليفون ديالها وتكمل طريقها. المحققين بداو كيتقصاو الاماكن اللي كانت في المسار ديالها، محلات، الزناقي الجانبيه واي كاميرات ممكن تصور الطريق، حتى كاميرات المتاجر الصغيره المجاوره. ما بان منها حتى شي تحرك غريب ولا شي حاجه كتلفت الانتباه. غير في لحظه صغيره خرجت من الكادر ديال واحد الكاميرا وما بقاتش كتبان. من بعد التحريات عرفوا ان ديك الزنقه فيها شوارع جانبيه ضيقه بزاف، اماكن خاويه من الماره، ما فيها حتى شي واحد، ممكن اي شخص يختفي بلا ما يشوفوا شي حد. المحققين جربوا كاع السيناريوهات، حديث صغير ما تحلش، محاولة سرقة أو سطو، تسلل شخص مجهول من الشارع الجانبي، ولكن ما كانش شي دليل واضح على هادشي كامل. أيام والأسابيع كتدوز والدنيا أخدت المسار ديالها المعتاد، ولكن الأم بقات كتسنى، وكل ليلة كتضوي الصالون وكتخلي الباب شوية محلول، كتقول إلا رجعت بنتي تلقى الضو بعدا مشعول والباب محلول. القضية بقات مفتوحة وكل تحقيق ما وصل حتى شي حاجة، حتى دابا ما كيعرف حد شنو وقع ليها. القصة كتخلي كل واحد يسول، واش هاد الاختفاء ممكن يكون طبيعي؟ واش كاين شي شخص مجهول تدخل في هادشي؟ واش ممكن يكون حديث بسيط مازال ما تعرفش؟ في نظركم نتوما؟